بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هقول لكم أخبار الأسعار إن شاء الله الفترة الأخيرة دي، والنهاردة الأسعار وصلت لكام. طبعا الأيام اللي فاتت، يعني من حوالي أسبوع كده، كان الكتاكيت برخص التراب كانت وصلت في بعض المعامل لجنيه الواحد، الكتكوت بجنيه واحد وب2 جنيه في بعض المعامل التانية. لكن الأسبوع ده الكتاكيت علِت تاني في السعر، وبدأت تعلى من 2.5 لحد 3.5 لحد 4.5 النهارده. أنا باتكلم على الأبيض. فالأبيض النهارده امبارح كان عامل 4 جنيه، النهارده عامل 4.5، يعني معامل 4 ومعامل 4.5. والساسو كان ب3 واصل برضه ل3.5 ولحد 4.5 النهارده. فاللي إحنا شايفينه إن سعر الكتاكيت في الطالع، مش زي الأيام اللي فاتت، أيام ما كانوا بيعدموها وكده كان سعرها رخيص. لأ دلوقتي خلاص غِلت خلاص، لإن سعر اللحم غِلي، يعني سعر تنفيذ البيع والشرا بتاع الفراخ البيضا، يعني الفراخ البيضا بتخرج من المعامل من المزارع دلوقتي بسعر أعلى من قبل كده. يعني خارجة النهارده من المزرعة ب40 جنيه، يعني نجيبها من المحل ب42 أقل حاجة، 42، 43. وبرضه يا جماعة التوقعات إن هي هتغلى عن كده كمان، لإن العلف غالي جدًا وما فيش أي أخبار إن هو هينزل يعني. تقريبًا كده هيفضل على السعر ده أو يعلى كمان، لإن ما فيش أي أخبار أو أنباء إن هو هيرخص عن كده. التوقعات إن الفراخ هتفضل سعرها غالي، وده طبعًا أدّى لارتفاع سعر الكتاكيت بداية الأسبوع ده يعني. الكتكوت البلدي برضه غِلي في السعر، النهارده عامل 4 و4 جنيه ونُص، والكتكوت الهجيني برضه 4.5، والفيومي برضه 4.5. يعني بعض المعامل كده، وبعض المعامل 4 وبعض المعامل التانية 4.5. سعر اللحم في الساسو النهارده برضه عامل 52 سعر المزرعة، أو 50 تقريبًا، أيوه الساسو 50، البلد الحُر هو اللي 52 سعر مزرعة. يعني الساسو نجيبه من المحل بحوالي 52، 53 جنيه، البلد الحُر نجيبه من المحل لحد 55 جنيه. فمتهيأ لي يا جماعة اللي عايز يربي يربي دلوقتي، لإن الكتكوت هيبقى سعره أعلى من كده، وكمان العلف مش هينزل، وكمان برضه الفراخ في المحلات هتزيد. فاللي هيربي مضطر بقى إن هو يرضى بسعر العلف الغالي ويربي دلوقتي. على الأقل دلوقتي سعر الكتكوت نازل، عن بعد كده هيغلى شوية عن كده كمان، وكمان سعر اللحمة في المحلات هيبقى أعلى من كده. فاللي حابب يربي بقى هو هيبقى مضطر آسفًا يقبل بغلو العلف دلوقتي، لإن ما فيش أي أخبار إن هو هينزل خالص. فالوقتي الكتكوت عامل 4.5 أو 4، أحسن من بعد كده هيوصل ل8 و9 و10. طبعًا ده الكلام ده قبل السقعة، يعني قبل شهر 1 و12، وكمان هنبقى داخلين على رمضان، سعر الكتكوت مش هينزل. فالتربية الوقتي الميزة الوحيدة فيها هو رخص سعر الكتكوت، بعد كده مش هيبقى سعر الكتكوت رخيص، وكده العلف هيفضل غالي على طول، وكده خلاص سعر اللحم في الأبيض في المحلات هيفضل عالي على طول. نيجي للبط. البط سعر المسكوفي 15، طبعًا عمر يوم، والمولر 15. أنا باتكلم عندنا في الدقهلية يا جماعة، ما ليش دعوة بالمعامل التانية، بيبقى لها أسعار تانية، كل بلد وبيبقى لها سعر، يعني بيبقى في اختلاف بسيط يعني، بس بيبقى في اختلاف. عندنا في الدقهلية المسكوفي ب15، والمولر المحلي ب15. طبعًا المولر المستورد أو البغال المستورد بيبقى سعر تاني خالص، وما بيجيش عمر يوم، لأنه إحنا بنبقى مستوردينه من برّه وبيكون عينيه حمرا. فلما باتكلم على المولر المحلي، سعره 15 جنيه النهارده. البط البكيني ب6 جنيه النهارده عمر يوم. الفرنساوي ب8 جنيه، أو الشروفان أو الستار أيًا كان المسمى، يعني اللي هو النوع اللي بيشيل لحم، النهارده عامل 8 جنيه. السمان عندنا عمر 20 يوم ب4 جنيه.
ويا رب الأسعار تنزل شوية خاصة سعر العلف لأن كده يعني الناس كلها بقت في أزمة. ربنا يسهل على الجميع يا رب، وما تنسوش اللايك يا جماعة لو تكرمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.